السلام عليكم ايت مسويت ما اجل خاكم سيتا ما شاء الله تعالى تري مليح كور الجنسي يسمين فيديو جديد الحلقه الجديده قيم ثقيل ايت مسويت ما كي فيديو يا غتسيور نغراس تعرف باش ادفهمن بزاف ديال ودان ويتفي من شي المزيغ. السلام عليكم. اليوم غنهضر بالعربيه باش يفهموا بزاف ديال الناس اللي ما كيفهموش الريفيه. الموضوع ديال اليوم موضوع مهم بزاف. شفنا قبل اسبوعين تم ربط الخطوط الجويه بين اسبانيا والمغرب. واحد الشركه ديال اسبانيا اللي معروفه في اسبانيا سميتها فيولينغ. هاد الشركه هادي واحد الشركه اللي معروفه في اسبانيا، شركه زوينه. تم ربط الخطوط الجويه ديالها في المغرب طنجه، وفي الاخير لم نرى مدينه الحسيمه في القائمه مع المدن اللي تم ربط بينهم الخط الجوي ديال الشركه فيولينغ. السؤال المطروح او بزاف ديال الاسئله كنطرحوها حنايا في الحسيمه او بصفه عامه في الريف، علاش الريف تم اقصاؤه في جميع المجالات؟ علاش هذا الظلم؟ علاش هذا الحقره؟ علاش حنا محقورين؟ علاش الريف او مدينه الحسيمه مظلومه مسكينه؟ علاش؟ عندنا المطار في الحسيمه اسمه مطار الشريف الادريسي، كنشوفوا دائما في الصور وفي الاخبار في مواقع التواصل الاجتماعي انه تم اصلاح، تم التوسيع في المطار الشريف الإدريسي اللي متواجد في مدينة الحسيمة، ولكن في الأخير لم نرى أي خط جوي إسباني يربط بين مدن الإسبانية مثلا برشلونة، مالاغا، سيفيا أو مدريد أو بلباو مع الحسيمة، أو خط بين فرنسا ومدينة الحسيمة. علاش هذا الظلم؟ علاش الناس ديال الحسيمة خصهم يمشيو حتى للعروي ولا طنجة ولا فاس ولا وجدة ولا الدار البيضاء ولا الرباط؟ علاش؟ وشفنا ايضا في هذا الكاس العالم رغم انه داروا واحد الملعب خسروا عليه زباله ديال الفلوس المتواجد في اي تقمره. هذا ماشي ملعب اللي كتشوفوا، هذا المغراف او الغراف او الله اعلم كيفاش غنسميه، خسروا عليه الملايير ديال الدرهم، وفي الاخير داروه في واحد الارض في واحد الصحراء. شكون اللي غيوصل تماك وشكون اللي غيستافد من هذا الملعب؟ رغم اننا ولاد الحسيمه ولاد الريف حتى مباراه او فريق ريفي لعب في هذا الملعب هذا. عندنا الشباب الريف الحسيمه، عندنا اتحاد امزورن، عندنا بزاف ديال الفرق، واخا يجيو غير من الناظور يلعبوا في هذا الملعب ما يبقاش فينا الحال. على الاقل يكون فريق ريفي يلعب في هذا الملعب. علاش درتوا هذا الملعب؟ لعبوا فيه جوج ديال المنتخبين، جزر القمور ومدغشقر، جابوا جوج ديال الفرق من افريقيا يلعبوا في الملعب ديال الحسيمه اللي حنا اولى به نلعبوا فيه نستغلوه. والسؤال الثاني، وكما يعلم الجميع ان المغرب كينظم كاس افريقيا في هذه الاسابيع، 7 ديال الملاعب في المغرب كامل، في طنجه، في الرباط، في الدار البيضاء، في اكادير، في مراكش، ولكن الحسيمه ولو مباراه واحده ما غاديش تلعب في هذا الملعب هذا. علاش؟ السؤال المطروح علاش حتى منتخب ما يلعبش في هذا الملعب؟ علاش درتوا هذا الملعب؟ علاش خسرتوا عليه زباله ديال الفلوس؟ وكما تعلمون وكما يعلم الجميع ان الريفيين او مدينه الحسيمه تحتاج اولا المستشفى السرطان والمعامل باش يخدموا فيها الشباب ديالها. علاش هذا الظلم؟ علاش ما يجيبوش 3 على الاقل غير 4 ديال المباريات يلعبوا، يحركوا شويه الدعوه، حيت حنا الاقتصاد ديالنا مبني على الجاليه الريفيه المقيمه بالخارج، كيحركوا شويه الدعوه في 3 شهور في الصيف، اما في الشتاء الحركه ميته. على الاقل يلعبوا 4 5 ديال المنتخبات في هذا الملعب، يحركوا شويه الدعوه، الاوتيلات يخدموا، الريستورانتات، القهاوي، الطاكسيات، تكون واحد الحركه بحال طنجه، بحال الرباط، بحال الدار البيضاء. علاش هذا الاقصاء؟ والسؤال الموجه للمسؤولين ديال الحسيمه، ما دوركم انتم في الحسيمه؟ شنو هو الدور ديالكم في الانتخابات؟ كديروا الدعايه الانتخابيه، انتخب معايا، صوت عليا، راه انت عائله، كون معايا، في الاخر ما كنشوفوكمش من 5 سنين ل5 سنين. علاش هذا الاقصاء، هذه الحقره؟ عندنا المطار، وسعتوا في المطار، ولكن علاش ما درتوش ربط او خط واحد بين الحسيمه واسبانيا؟ على الاقل ديروا بين برشلونه والحسيمه ولا مدريد والحسيمه. علاش انا مضطر عليا نمشي حتى لطنجه ولا العروي ولا فاس ولا وجده باش نشد الطياره اللي كدير ساعه وربع من برشلونه للعروي؟ باش نشد طاكسي من العروي للحسيمه خصني 2 ديال السوايع. علاش زعما ما بغيتوش الحسيمه
تقدم، تزيد القدام، والشعب ديالها يتحرك يخدم. لا مستشفيات، لا معامل، لا بنية تحتية، ما كان غير الزروطة والإقصاء. حسبي الله ونعم الوكيل. الكثير من الأسئلة نحن نتساءل كل يوم وعلاش رغم أننا عارفين علاش تم إقصائنا في جميع المجالات. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.